اهلا بيكم في قناة كورة على القهوة مع محمود حافظ ومحمد عباس. معاكم فويس اوفر اسراء حمدي. ما تنسوش الدعم والاشتراك للقناة. كورة على القهوة، العبها صح، العبها بمزاج. ينتظر جماهير وعشاق النادي الاهلي منافسه في مباراة كأس التحدي ضمن منافسات كأس الانتركونتيننتال، حيث يلعب فريقي باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في درب الامريكتين ضمن منافسات كأس الانتركونتيننتال. وتقام مباراة درب الامريكتين يوم الاربعاء 11 ديسمبر الساعة 7 مساء، واللي هيفوز فيهم هيلعب مع النادي الأهلي نادي القرن يوم السبت القادم. وفي التقرير التالي هنعرف أكتر عن الفريقين عشان نعرف منافس الأهلي مدى قوته. يلا نعرف أكتر عن نادي بوتافوجو البرازيلي. النادي الذي يقع في حي بوتافوجو في مدينة ريو دي جانيرو، الذي تم تأسيسه في 12 أغسطس 1904، يعني من 120 سنة تقريبا. بيلعب في دوري الدرجة الأولى البرازيلي، وحصل على لقب الدوري هذا العام بمجموع 79 نقطة، متفوق على بالميراس الذي حصل على 73 نقطة. أما عن ألقاب بوتافوجو، عنده ألقاب محلية وألقاب قارية. الألقاب المحلية حصل على 3 ألقاب دوري برازيلي آخرهم السنة دي، والألقاب القارية كأس ليبرتادوريس برضو السنة دي بعد التغلب على أتلتيكو مينيرو 3-1، وبناء عليه تأهل لمنافسات كأس الانتركونتيننتال. أما المدرب وهو أرتو خورخي الذي يبلغ من العمر 52 عام، وهو برتغالي الجنسية. أما عن أبرز اللاعبين، الجناح الأيسر تياجو ألمادا أرجنتيني الجنسية. صانع الألعاب جيفرسون سافرينو فنزويلي الجنسية. الجناح الأيمن لويز هنريكي برازيلي الجنسية. المهاجم إيجور خيسوس برازيلي الجنسية. المدافع أليكس تيليز برازيلي الجنسية. وأخيرا طريقة اللعب 4-2-3-1. طرق اللعب هيتم توضيحها أكتر في فيديو آخر في حالة فوز فريق بوتافوجو ومواجهة النادي الأهلي. دلوقتي هنتكلم عن نادي باتشوكا المكسيكي. اتأسس في 1 نوفمبر سنة 1892، يعني تقريبا من 132 سنة. بيلعب في الدوري المكسيكي الممتاز، وترتيبه حاليا ال16 بعد ما عدى 17 جولة برصيد 13 نقطة. فاز في 3 ماتشات، وتعادل في 4 ماتشات، وخسر 10 ماتشات، وده رقم كبير جدا. ألقابه ايه؟ عنده ألقاب محلية وعنده ألقاب قارية. الألقاب المحلية: الدوري المكسيكي الممتاز 7 ألقاب، كأس المكسيك لقبين. أما عن الألقاب القارية: كأس الأبطال الكونكاكاف 6 ألقاب، كأس سود أمريكانا لقب وحيد، كأس سوبر أمريكا الشمالية لقب وحيد. وتأهل النادي لمنافسات كأس الانتركونتيننتال بعد الفوز على كولومبوس كرو الأمريكي بنتيجة 3-0. سجلهم المهاجم سالمون روندون بهدفين، والجناح الأيسر أسامة إدريسي بهدف واحد. أما عن القيمة التسويقية لفريق باتشوكا المكسيكي، يقدر بقيمة 45.65 مليون يورو. نيجي بقى لأغلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية. الجناح الأيسر المغربي أسامة إدريسي 28 سنة، بيقدر بقيمة 7 مليون يورو. خط الوسط الكولومبي نيلسون ديوسا 24 سنة، بيقدر ب4.2 مليون يورو. الظهير الأيسر المكسيكي براين جونزاليز 21 سنة، بيقدر بقيمة 4 مليون يورو. ملحوظة مهمة جدا: في حالة انتهاء مباراة ديربي الأمريكتين بين الفريقين بالتعادل، في وقت المباراة الطبيعي سيتم لعب أشواط إضافية، وفي حالة التعادل في الأشواط الإضافية يتم الاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء. وفي نهاية التقرير نتمنى نكون أفدناكم بمعلومات عن طرفي الديربي الأمريكتين. كنت معاكم التعليق الصوتي إسراء حمدي في قناة كورة على القهوة مع محمود حافظ ومحمد عباس. وما تنسوش تقولوا لنا توقعاتكم وتتمنوا مين يقابل الأهلي في كأس التحدي.